عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية توقع صدور قرار من اللجنة الأولمبية بإعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بعد المستندات الجديدة التي قدمها الأهلي. ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يؤكد في تصريحات تلفزيونية مساء أمس أن اللجنة استلمت مستندات جديدة ومهمة من الأهلي في الأيام الماضية، ومن حقها مناقشة أي شكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية وإصدار قرارات، ومن حق الأهلي اللجوء للمحكمة الرياضية بعد ذلك حال كانت القرارات غير منصفة بالنسبة له. اللجنة الأولمبية تحول شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأندية والهيئات التي يترأسها المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو وعضوية شريف الضماط رئيس اتحاد التجديف. واللجنة تمنح الأهلي وكافة أطراف الأزمة الحق في تقديم أي مستندات جديدة حتى الأحد القادم قبل جلسات الاستماع. عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي يؤكد أن اللجنة الأولمبية لن تصدر قراراتها في شكوى الأهلي إلا في يوم 8 إبريل المقبل أو قبلها بيومين أو 3 على الأكثر. نادي الزمالك يقرر اللجوء للمحكمة الدولية حال صدور أي قرارات من اللجنة الأولمبية تخص إعادة مباراة القمة. جماهير الأهلي تسخر من صورة وزير الرياضة مع زيزو في معسكر المنتخب الوطني وتؤكد أنه كان يحاول إقناعه بالتجديد لنادي الزمالك. والد أحمد سيد زيزو ينفي مجددا توقيع نجله للأهلي 3 مواسم ويصف ما يكتبون ذلك بالناس الفاضية. صورة محمد شوقي مع حمزة علاء من التدريبات بالأمس تؤكد أن شوقي اقترب من إنهاء ملف التجديد للاعب. أوسكار رويس خبير لجنة الحكام يجتمع مع الحكام المصريين لتحليل بعض الحالات الجدلية في الدوري على أمل ألا تتكرر الأخطاء مجددا. مشاركة علي معلول في التدريبات الجماعية للفريق بالأمس بالكامل تؤكد تخلصه من الإصابة وجاهزيته التامة لمباريات كأس الرابطة. واكتفاء أفشة بالتدريبات التأهيلية يؤكد أن إمكانية تواجده أمام إنبي يوم الخميس المقبل محل شك كبير. طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة بسبب عدم اكتمال جاهزيته. مصدر بالأهلي يؤكد أن نادر رياض مدافع نادي بتروجيت لم يخرج من حسابات النادي حتى الآن وما زال إمكانية التعاقد معه في الصيف واردة. خالد الغندور ينصح إمام عاشور بالاعتذار لحسام حسن للعودة للمنتخب وتقديم مستويات جيدة معه وعدم تكرار ما فعله هو حينما كان لاعبا، ويؤكد للاعب الأهلي أنه ليس عيب أن يعتذر وعفى الله عما سلف. الأهلي يبلغ أليو ديانج بعودة اللاعب لصفوف الفريق بعد انتهاء إعارته الحالية للدوري السعودي، وذلك رغم عدم موافقة كولر على هذا الأمر حتى الآن. الكابتن محمود الخطيب يصل المملكة العربية السعودية لقضاء آخر 10 أيام في مكة وأداء مناسك العمرة. الأهلي يخطط لفتح ملف اللاعب المالي النظيف بسبب ما يحدث في بيراميدز والأرقام الخزعبلية التي تدفع دون أي مقابل. إيقاف أحمد شوبير من المجلس الأعلى للإعلام ينتهي ويصبح من حقه الظهور على قناة النادي ابتداء من اليوم. المجلس الأعلى للإعلام يوقف برنامج الماتش الذي يقدمه إيهاب الكومي لمدة شهر كامل بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن توجيه الدوري البيراميدز. مدرب حراس بيراميدز ينتقد اختيارات حسام حسن ويؤكد أن أحمد الشناوي يقدم موسم استثنائي وكان يستحق التواجد في المنتخب الوطني. المنتخب يؤكد أن زلاكا ومحمد ربيعة لاعب سموحة ومحمد حمدي لاعب بيراميدز كانوا ضمن خيارات حسام حسن لكنه استبعدهم بسبب الإصابة. محاولات مستمرة من ميدو وحازم إمام لإقناع حسام عبد المجيد بالتراجع عن فكرة وضع شرط جزائي في عقده الجديد خوفا من استغلال الأهلي أو أي نادي آخر هذا البند مستقبلا. ميدو يعزم محمد شريف على الفطار معه على أمل إقناعه باللعب النادي الزمالك رغم رفضه الأمر أكثر من مرة سابقا. محمود أبو الدهب يرفض فكرة تفكير الأهلي في التعاقد مع زيزو ويؤكد أن اللاعب الذي ينقص الأهلي قبل كأس العالم للأندية هو إبراهيم عادل لاعب بيراميدز فقط. عصام عبد الفتاح الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق يؤكد أن حكام الكرة المصرية يتميزون بالنزاهة والشفافية، والأخطاء التي تحدث في مباريات الدوري غير متعمدة ونتيجة طبيعية للضغوط التي يتعرضون لها. ويؤكد أيضا أن ما يتردد عن انتماء الحكام المصريين وتشجيعهم أندية بعينها كلام غير منطقي. أحمد عادل نجم الأهلي السابق: الأهلي يدافع عن حقوقه باللوائح والقوانين ولكن كان يجب خوض مباراة القمة في موعدها. الأهلي اتهرس في النص بسبب غياب التنسيق بين رابطة الأندية واتحاد الكورة، وليس من العدالة تواجد حكام أجانب في مباراة الزمالك وبيراميدز ورفض تواجد حكام أجانب في مباراة القمة. إمام عاشور كان الأفضل في الدوري المصري الفترة الماضية ويتصدر جدول ترتيب هداف الدوري وكان جدير بالتواجد في المنتخب بجانب عمر جابر لاعب نادي الزمالك، خاصة وأنه أصبح لاعب مؤثر مع فريقه الفترة الأخيرة. الجماهير هي الداعم الأول لمنتخب مصر ومن المهم الالتفاف حول المنتخب الفترة القادمة سواء بتواجد حسام حسن أو غيره.
نصيحتي لإمام عاشور: أنت تسير بشكل جيد جدا الفترة الأخيرة، ولكن عليك الابتعاد تماما عن أي تصريحات ضد الجهاز الفني للمنتخب الوطني حتى لا تتفاقم الأزمة، وأتمنى أن يبتعد الجهاز الفني عن شخصنة الأمور مع اللاعب. أحمد عيد عبد الملك: إمام عاشور كان الأحق بالتواجد في قائمة منتخب مصر على حساب محمود صابر لاعب سموحة، فهو يؤدي بشكل جيد جدا مع الأهلي ومؤثر وهداف الدوري حاليا، وعدم استدعائه للمنتخب غير منطقي. وفي المقابل محمود صابر لا يقدم مستوى جيد الفترة الأخيرة وليس أساسي في نادي سموحة حاليا، وكان من مصلحة حسام حسن تواجد لاعب بإمكانيات إمام عاشور. أعلم أن حسام حسن يعد جيل جديد للمنتخب بتواجد عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي، ولكن الجماهير بعدت عن التواجد في المدرجات في مباريات منتخب مصر بسبب كثرة أزمات حسام حسن، واستبعاد إمام عاشور ليس لأسباب فنية. وعمر جابر كان يستحق أيضا التواجد في قائمة المنتخب. طلبات النادي الأهلي بإقامة القمة بحكام أجانب كانت مشروعة، ولكن اتحاد الكرة ورابطة الأندية هم من يديروا المسابقة، والانسحاب من القمة كان قرار خاطئ مثلما فعل نادي الزمالك سابقا. الزمالك والأهلي في حتة تانية من الناحية الجماهيرية وحلاوة الكرة في وجودهم، وأنا كنت ضد قرار انسحاب الزمالك في الموسم الماضي رغم أني كنت مع طلبات النادي. الأهلي كان الأقرب للتتويج بالدوري المصري قبل القرارات الأخيرة بسبب جماهيره، وكان يمكنه العودة للصدارة حال الفوز على بيراميدز والزمالك كان بعيد عن المنافسة، ولكن بعد مباراة القمة النادي الأبيض رجع للمنافسة بقوة على البطولة أو حتى احتلال المركز الثاني، والأهلي بعد قليلا عن اللقب، وبيراميدز الأكثر استفادة مما حدث. الدوري بدون الأهلي والزمالك لن يكون له طعم، واللجوء للجنة الأولمبية حل من أجل حل الأزمة، وأعتقد الأهلي سيؤيد القرارات التي ستصدر. الخروج من دوري أبطال أوروبا سيؤثر على حظوظ محمد صلاح في التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا الموسم، رغم أنه يقدم أرقام خرافية في الدوري الإنجليزي وأفضل جناح في الدوري حاليا. محمد صلاح تخطى أساطير في الدوري الإنجليزي بأرقامه، وهو لاعب نفتخر به والجميع في العالم يتحدث عنه، وإن شاء الله أرقامه في باقي مباريات الدوري الإنجليزي تدعمه للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم. زيزو من أفضل لاعبي الدوري المصري وأفريقيا، ومن الطبيعي أن يتلقى عروض، ولكن من غير الطبيعي أن تتركه الإدارة حتى الآن بدون تجديد عقده. الإدارة جددت عقود بنتاج وعمر جابر وتركت زيزو، والزمالك يعاني من أزمة في مركز الجناح ويبحث عن لاعب حاليا، وفي حال رحيل زيزو لابد من البحث عن لاعبين كبار وليس أي لاعبين. ياسر ريان: حسام حسن أخطأ بعدم ضم إمام عاشور لمعسكر المنتخب، وكان من المفترض أن يعقد جلسة مع اللاعب لتقريب وجهات النظر ويحتوي اللاعب ولا يأخذ موقف منه. عمر جابر يسير بخطى ثابتة أيضا مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة ويطور مستواه بشكل مستمر، وهو رجل المرحلة الحالية للمنتخب، وعدم تواجده كذلك أمر مثير.